عزيزي المشاهد، ولا مغمض عينيا كده ولا سحر ولا شعوذه، انت وغالبا اي حد تاني في اللحظه دي سايب حاجه المفروض يعملها وبيعمل حاجه تانية خالص. ممكن تكون سايب حاجه لازم تعملها دلوقتي وبتتفرج على هذه الحلقه. مش في امتحان بعد فتره قريبه ولا ايه؟ مش محتاجين نذاكر؟ مش في شغل؟ مش في ديدلاينز؟ مش في جواز لازم نتجوزه وحاجات وانجازات وحاجات كده ونبتدي نحضر لاخرتنا وكده؟ محتاجين نستعد. كل مره تقول هبدا في الوقت ده، خلاص لازم الاسبوع الجاي ده اظبط الدنيا وارتب كل حاجه واخلصها، ده انا هعمل جداول، ده انا هسوي الهوايل، وما بيحصلش حاجه. عزيزي المشاهد، يجي يوم السبت وبعده الحد وتقول بقى هبدا خلاص الاسبوع الجاي عشان ابقى فايق، ما بيحصلش، مفيش حاجه بتحصل. هي عزيزي المشاهد، انت رايح تعملها دلوقتي، لازم نرتب اولوياتنا. حلقات الدحيح هي اولويه، انا بتكلم على الحاجات التانيه، الحاجات اللي مش مهمه اللي انت بتفضل تاجلها. المهم عزيزي المشاهد، لاني بعتبر نفسي خبير في الانماط البشريه، احب اعرف اللي انت بتمر بيه، وانت غالبا تعرف الكلمه بقت دارجه جدا في لغتنا، ولكن المصطلح اللي احنا بنتكلم عنه هنا هو باللغه الانجليزيه البروكراستينيشن او المماطله او التسويف. بس قبل اي حاجه خليني اكلمك بالارقام، عشان بحب اتكلم بالارقام جدا. في دراسه اتعملت سنه 2017 اجراها لي هادلينغتون وكاثرين بارسونز على العوامل اللي بتاثر على الناس اللي بتشتغل في شركات، ولقوا ان 45% من الموظفين بيضيعوا على الاقل 3 ساعات في التصفح العشوائي على الانترنت. تقول لي الله، بيعملوا ايه على الانترنت؟ اقول لك ولا حاجه، عمالين بيسكرولوا داون، يشوفوا ميم لطيف، يشوفوا مش عارف صوره مش عارف ايه، فيروح يفتح الجفايه، او يعني اكتشفنا بعد كده ان هو الجفايه. عزيزي المشاهد، انا بجد الكلام ده مرعب. تقريبا نص الموظفين بيضيعوا 3 ساعات في اليوم، يعني اكتر من تقريبا تلت عدد ساعات العمل بتاعتهم في ولا حاجه، او خلينا نقول في حاجه بعيده عن المفروض يعملوه. عزيزي المشاهد، حاسس انت اتخضيت، استنى بقى اما اخضك بالرقم الجاي. 90% من الطلاب الجامعيين قالوا في واحد من التحليلات الاحصائيه الكبرى او ما يسمى بالميتا اناليسيز اللي اتعمل سنه 2007 تحت اشراف الدكتور بيرستين، هو يعني واحد من المتخصصين في هذا المجال. الطلبه دول قالوا ان هم بيعانوا من مشكله التسويف في حياتهم الاكاديميه، يعني يكون عندهم حاجات لازم يعملوها، مذاكره امتحانات او تسليم ابحاث، ويسيبوا كل ده ويهربوا منه لحد اخر لحظه، وبعدين يزنقوا نفسهم ويحاولوا يلموا المنهج كله في اسبوعين. طبعا عزيزي المشاهد بتقول يا نهار اسود، ده مش كتير شويه اسبوعين؟ عزيزي المشاهد، ده بره يعني، مدرك ان انت بتبقى في ايام ان لم يكن ساعات قبل الامتحان. ما علينا، زي ما قلنا المصطلح البروكراستينيشن، المماطله او التسويف، معنى السلوك ده ببساطه انك يكون عندك مهمه معينه المفروض ان ساعتك تعملها، بس انت مش عارف ليه ما بتعملهاش، رغم ان انت عارف كويس ان انت لازم تعملها بس ما بتعملهاش، ورغم ان انت متاكد ان ده غلط جدا وهيوديك في 60 داهيه برضه ما بتعملهاش. والاسوأ ان انت ممكن تكون بتعمل كذا حاجه تانية اصعب واتقل وارخم، ويمكن تكون حاجات ما بتحبهاش اصلا عشان بس تهرب من الحاجه اللي المفروض تعملها. بل يا نهار اسود، قد تكون بتحب الحاجه اللي انت عمال تهرب منها دي وعايز تعملها اصلا، بس عمال تهرب من الحاجه اللي انت بتحبها وعايز تعملها دي بكل الاشكال الممكنه. ممكن تبقى حاجه مش شغل على فكره، ممكن تبقى خروجه مع اصحابك ويقعدوا يتصلوا بيك ويا ابني يا حبيبي عايزين نتحرك، وانت قاعد عمال تلعب على الموبايل كل شويه، خلاص حاضر شويه خلص اللي مش عارف ايه، خلص مش عارف ايه، مع انك عايز تخرج معاهم، ولكن تفضل اللعبه عماله تشغلك، ما تعملش الحاجه اللي انت كنت عايز تعملها اللي انت بتحب تعملها. طبعا بتقول لي الله ليه طيب ده بيحصل يا ابو حميد؟ استنى اروح اجيب الخياره وبقول لك. ثانيه واحده يا عزيزي المشاهد، تخلص الخيارة وبعدين بقول. الحقيقة أيها المشاهد الجميل، زي ما أنت شايف كده، ظاهرة التسويف دي واحدة من الظواهر اللي علماء النفس حاولوا يفهموها، خاصة إن هو المفروض إن هو سلوك غير منطقي خالص، والمفروض يعني إن إحنا كبشر بنتميز بأدمغة مفكرة. أصل إيه المنطقي بالذمة؟ أقعد ألعب دلوقتي مع أصدقائي وانبسط وأفرح أو أخرج، ولا أقعد أشوف فيديوهات لقطط وكلاب انبسط أنا بقى كده؟ فكر في الموضوع. ليه الواحد فعلا ممكن يفتح هذه الفيديوهات ومثلا ما يذاكرش ويحقق نجاحات بقى ويعمل فلوس كتير جدا ويتقاعد ويعمل الكلام ده، يبقى يقعد لما يتقاعد يقعد يفتح الفيسبوك بقى ويشوف كل الحاجات دي؟ اصل المنطقي والعقلاني هو الاستثمار بعيد المدى. لكن ليه ده بقى ما بيحصلش؟ ليه بسيب ده واروح اتفرج على فيديوهات قطط؟ هو ده السؤال الحقيقي. وخليني اقول لك ليه. في ايه يا عزيزي المشاهد؟ قال لا ايوه، ايه المشكله كل شويه بذكر نفس الامثله وارجع اسال نفس التساؤل وما اقولكش طب ما هو ده جزء من الحلقه يا عزيزي المشاهد، ما ده مش بنعمل عمل فني؟ واحد من الاسباب الاساسيه اللي كتير من علماء النفس شايفين انها سبب عمليه التسويف هي ان دي ميكانيزم
ميكانيزمات دفاعيه، ديفنس ميكانيزمز، عقلك بيعملها عشان خايف من النتيجه النهائيه. يعني ببساطه شديده لو انت خايف انك ما تجيبش نتيجه كويسه في امتحانك، او ان شغلك ما يطلعش كويس، او الحاجه اللي بتعملها ما تطلعش بالشكل اللي نفسك تطلع بيه، فالاسهل انك ببساطه ما تعملهاش، او شوف الحته دي، تعمل لنفسك حجه تخليك تقول لنفسك انك يعني ما بذلتش اقصى جهدك، تزنق نفسك للحظات الاخيره قبل الامتحان. يجي الامتحان تطلع الدرجه وحشه، تقول ايه يا جماعه، انا ذاكرت قبل الامتحان ب3 ساعات، اكيد مش هجيب درجه كويسه، ما انا ما لحقتش، انا لو كنت لحقت كان زماني قفلته. عزيزي المشاهد، ده اسهل على النفس البشريه من انها تقول انا ما عملتش كويس في الامتحان عشان دي قدراتي وده اللي انا اقدر عليه، والله انا ذاكرت وعملت كل اللي عليا بس ما حصلش نصيب، انا قدراتي كده. مفيش بني ادم ما بيحبش يعرف ان قدراته اخرها كده. علماء النفس هنا بيقولوا ان مواجهه النفس وانك تقعد وتعمل الحاجه اللي انت المفروض تعملها، المخاطره هنا ان النتيجه النهائيه ممكن تكون فعلا بتعبر عن قدراتك، ودي لعبه نفسيه كتير من الناس بتلجأ اليها لما ما تكونش عايزه تواجه قدراتها. انا هرمي اللوم على سلوكياتي مش عليا انا. في دراسه اتعملت على 264 شخص واستخدم فيها تكنيك اسمه المسح الدماغي، خرج مؤلفو هذه الدراسه بمجموعه من النتائج ان مساله الانضباط الذاتي، السيلف ديسيبلين، اللي هو عكس التسويف تماما، هو ببساطه انك تقرر انك لما تقوم تعمل الحاجه تعملها فعلا، ولو ان الحاجه مش بس مساله قرارات واعيه او غير واعيه، هي كمان ليها ارتباط بمراكز معينه في الدماغ بتلعب دور في عمليه المشاعر. البحث لاحظ حاجه غريبه شويه، وهي ان المنطقه اللي اسمها اللوزه الدماغيه او الاميجدلا في الدماغ طبعا بتكون اللوزه دي حجمها اكبر نسبيا عند الاشخاص اللي بيشتكوا من التسويف، اللي بيسيبوا حاجات تتراكم عليهم. والباحثين استنتجوا من خلال هذه المعلومات ان الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في التسويف بتكون قدرتهم على مقاومه التشتت اقل بكتير، وانهم بيقلقوا بسرعه من اي حاجه، يخافوا ان في حاجه تكون فايتاهم، حاجه تانية المفروض يعملوها، فيسيبوا الحاجه اللي بيعملوها دلوقتي. وعاده الاشخاص دول بيكون عندهم مشكله انهم يخلصوا الحاجات اللي بيبداوها اصلا. بل وفي دراسه تانية نشرت في مجله نيتشر، نشوف ان الواحد دايما يفتكر ان الحاجات اللي بتتنشر عن المماطله دي كلها كتب تنميه بشريه، لا يا عم، بيتنشر في نيتشر، وسنه 2016 لسه طالعه طازه من الفرن من 3 سنين، ده بالنسبه لعلم جديد. المهم هذه الدراسه وجدت ان عن طريق فحص المشاركين بالرنين المغناطيسي الوظيفي، الفانكشنال ماجنتيك ريزونانس ايميجينج، الFMRI، وجدوا ان في ارتباط واضح بين الاشخاص اللي بيعانوا من التسويف وبين ضعف في جزء معين في قشره الفص الجبهي. الله يا ابو حميد انت قلقتني، يعني ممكن يكون عندي مشكله في الفص الجبهي بتاعي؟ عزيزي المشاهد لا تقلق ارجوك، ده بيحصل اثناء بس العمليه دي. طبعا تقول لي عرفت انا عندي ليه هذه المشكله، عشان الفص الجبهي بتاعي مقطوب. ليه يا فص؟ ليه يا فص وليه يا لوزه؟ احنا شفنا اللوزه والفص الجبهي. مش مشكلتك عزيزي المشاهد، انت شخص كويس من جوه. عزيزي المشاهد ارجوك بلاش دلع، دي مش مشكله في الفص الجبهي، ولكنها اشكال مختلفه للترابطات العصبيه في الدماغ. ايها المشاهد الجميل، ادمغتنا مش زي بعضها. ممكن واحد تلاقي عنده مركز من مراكز الدماغ قويه جدا، ومراكز تانية بعافيه، محدش بياخد كل حاجه. المهم اللي عايز اقوله لك ان الجزء ده من القشره الجبهيه بيكون مسؤول عن قطاع واسع من السلوكيات، وفي جزء منه كمان بيكون في التعبير عن الذات، وده مثلا بيخلي اشخاص تانية في دراسات اخرى اتعملت بيعرفوا نفسهم باعتبارهم ناس بتأجل الحاجات اللي وراها. طبعا عزيزي المشاهد انت سمعت هذا الكلام، ركبك ثابت، شلوزه فيها مش عارف ايه، وشي جبهه مش عارف ايه فيها مش عارف ايه، والترابطات العصبيه مختلفه ومتغيره، اتوترت، قلقت جدا. عزيزي المشاهد لا تقلق، أنت لست وحيدا، وليست مشكلة جديدة، دي قديمة حتى يمكن من أيام الفراعنة. في واحدة من البرديات القديمة، رونالد ليبروهون عالم المصريات القديمة في جامعة تورونتو، ترجم بردية فيها عامل بيقول لزميله أنجز عملك ولا تتلكع، نريد أن نذهب للمنزل. يا اسطى خلص شغلك عشان نروح. الحقيقة عزيزي المشاهد الموضوع ما بيقفش عند الفراعنة بس، ارجع بالزمن كمان وكمان هتلاقي إن كتير من علماء النفس التطوري، وهو واحد من المجالات الحديثة نسبيا، بيقولوا إننا كبشر في المراحل الأولى من وجودنا على الكوكب كنا مهتمين اكتر بالمهام اليوميه اللي بتضمن لنا البقاء، الاكل والشرب والتكاثر، ده اهم حاجه احنا عايزين نعملها. مفيش حاجه بقى اسمها كارير 25 سنه اعمل مش عارف ايه، وبعدها اعمل ماجستير 3 سنين، وبعدها اعمل دكتوراه مش عارف، مفيش الكلام ده. الحياه بسيطه وسهله، هناكل ايه النهارده؟ نصحى الصبح نروح نصطاد، نرجع بالليل ناكل اللي احنا اصطادناه، شكرا. وبالتالي كتير جدا من المسارات العصبيه في دماغتنا اتصممت على هذا الاساس، واتنقلت لينا مهام قصيره المدى وليها تاثير
حقيقي احنا مش هنفكر هناكل ايه او هنصطاد ايه بعد شهرين، هنفكر النهارده وبكره نعمل ايه. بعد شهرين ممكن ما نكونش موجودين اصلا، ممكن نكون مسافرين الساحل ولا حاجه ما نعرفش. وبالتالي انت كانسان معاصر يعيش اليوم لما يبقى قدامك خيارين: ماتش بلاي ستيشن سريع كده يقعد له بتاع 7 ساعات مع واحد صاحبك، او انك تقعد على الكتاب تذاكر عشان عندك امتحان المعادله اللي مش عارف ايه بعد كام شهر. فالاجابه سهله جدا، وانت ايها المشاهد رجل تقليدي تحب تفكر نفس الطريقه اللي كان بيفكر فيها الانسان الاول. اين هي المتعه اللحظيه اللي هتحقق لي اكبر قدر من السعاده في اقل وقت ممكن؟ ناول يا عم الدراعات الله يرضى عليك. لكن العالم تغير دلوقتي، وبقت المهام بعيده المدى اللي فيها قدر اكبر من الاستثمار والمجهود اكتر بكتير من الحاجات اللحظيه اللي بتوفر متعه سريعه. وعلى حد تعبير عالم النفس تيموثي بيتشل وليس تيموثي ميتشل بتاع كولونايزنج ايجيبت، كان بيقول: التسويف هو الاستسلام لشعور جيد لكن مؤقت، حاجه جميله بتعملها دلوقتي ولكنها مؤقته جدا وملهاش تاثير حقيقي عليك على المدى البعيد. ممكن تقول لي طب ما عادي، ايه المشكله يعني؟ الموضوع مش ازمه، ما تكبرش المواضيع كده يا ابو حميد. عزيزي المشاهد، المشكله بتكون لما يكون التسويف نمط حياه، مش بس على المستوى النفسي واداء المهام ولكن كمان على مستوى صحتك نفسها. في دراسه اتعملت سنه 2015 واتنشرت في جورنال اوف بيهيفيرال ميديسن، العلماء لاحظوا ان في ارتباط حقيقي كورليشن بين التسويف وبين عدم قدره الناس دي على التعامل مع امراض مزمنه زي ضغط الدم والسكر مثلا. وان الاشخاص اللي بيجي لهم ضغط وهم عندهم مشكله التسويف، ورغم ان مشكله ضغط الدم دي مشكله قابله للسيطره عليها، لكنهم بيكونوا اقل في القدره دي وما بيعرفوش يتعاملوا مع مرض مزمن زي ده. وكمان على مستوى اكتشاف الامراض بيكونوا اسوأ حسب ما بتقول دراسه في علم الاحصاء والتعداد السكاني، وده كان مسح لاكثر من 19,000 شخص. لقوا ان 35% من الناس اللي اكتشفوا ان عندهم مشكله حقيقيه في نسب الكوليسترول في الدم ما راحوش لدكتور لمده 5 شهور بعد الاكتشاف ده. يعني المفتري في 5 شهور كاملين قرر ان هو هيتجاهل الموضوع تماما على امل يا اما بقى هو يختفي لوحده، يروح بكره ان شاء الله، بعده ان شاء الله ما يروحش خالص. تخيل ايها المشاهد حاجه زي دي يبقى ليها اثار صحيه عامله ازاي. الوقت عنصر حاسم جدا في الامراض المزمنه دي، وكل ما تكتشفها بدري وتعالجها بدري كل ما فرصه انك ما تتعبش بسببها وانها ما تكونش قاتله على المستوى البعيد بعد الشر عليك يعني بتزيد وتعلى. وده اللي بيؤكده بيرستيل اللي جبنا سيرته في الاول في كتابه ذا بروكراستينيشن ايكويشن، اللي فيه بيطرح معادله زي يعني ما العنوان بيقول فيها حسب رؤيته يعني ان اي شخص في العالم كل ما بيأجل الحاجه كل ما يبقى عايز يأجلها اكتر ومبقاش عايز يواجهها، لانه لما بيروح يعملها بيفتكر كل الفتره اللي كان المفروض يعملها فيها وما عملهاش. دي حاجه طبعا بتذل. واحد يقول لي الله طب والحل يا ابو حميد؟ هتقول لي كل الكلام ده وتسيبني من غير حل؟ يعني انا كنت فاكر ان انا لما اقعد اجل مذاكره الامتحان خلاص هو الامتحان بس اللي هيضيع مني، لكن انت دلوقتي بتكلمني في امراض ونمط حياه وقصه كبيره. عزيزي المشاهد اطمن، لا تقلق، لان على حسب كلام الابحاث اللي بحثنا فيها مفيش حل اصلا محدش عارف المشكله فين اساسا. وبعدين فكر فيها، هو مين اللي هيدور في المماطله؟ ما اكيد عالم مماطل، هيهتم بيها ليه؟ اكيد مش هيلاقي المشكله في الاخر. لا بهزر عزيزي المشاهد، ممكن ما يكونوش كده، واحنا قلنا 90% من الطلبه في 10%. احنا لحد دلوقتي كبشريه يعني مش عارفين ليه بنعمل ده او ليه ما بنعملوش. يعني هي المشكله ان احنا ما بنعملوش. بس عزيزي المشاهد خلينا نرجع لورا كده زي ما رجعت وننظر الموضوع بشكل مختلف قليلا من هنا، من هذا المكان. هو احنا بننظر في الموضوع، انظر انت كمان. انت مش هتعرف رقبتك تجيب عزيزي المشاهد احنا ضيعنا وقت بما فيه الكفايه في الحلقه دي، خلاص احنا نظرنا. المهم بعض علماء النفس شايفين ان احنا في الحقيقه مش ضروري خالص نكون منتجين طول الوقت، وهما بيقولوا ان سبب الاهتمام الرهيب الفتره دي بفكره البرودكتيفيتي او الانتاجيه وانك طول الوقت المفروض تبقى منتج وانك ما تاجلش حاجه، سببه طبيعه العالم الراسمالي اللي احنا عايشين فيه، اللي هو بيقيم البشر على اساس فكره واحده بس: البرودكتيفيتي، الانتاجيه والافيشنسي. انت مالكش مكان في المجتمع ده الا لو كنت شخص بينتج طول الوقت، في حين يعني ان احنا المفروض نسمح لعقولنا انها تزهق من وقت للتاني، ما يجراش حاجه يعني. المهم بس ان احنا نكون قادرين نسيطر على نفسنا ونعرف حدود ده، وده اللي انا جاي اكلمك عشان النهارده. انا مش بقول لك المفروض تكون منتج طول الوقت، انا بقول لك ان انت المفروض يكون عندك درجه معينه من الانضباط الذاتي يسمح لك بممارسه حياتك من غير ما تحس بالسوء بعد كده. اللي اقدر اقوله لك ايها المشاهد الجميل ان اغلب الباحثين بيقولوا ان الحل ترقب للحظه دي. اخيرا بقى وصلنا للحل، هيقوله لنا ابو حميد في النهايه بتاعه الحلقه، هو انك واسمع دي تبدا في الحاجه وخلاص. هي يا ابو حميد ده، ايوه دي الحقيقه، ارمي نفسك